السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة يوني نيو سبورت. كما تشاهدون معنا في هذه الحلقة اللي هي الانتحارات التي أدلاها ياسين بونو. كما نشاهدون في هذه اللقطة، لاحظوا معنا إنها لقطة مؤثرة جدا، حيث يشعر بألم في الرقبة ويقول لها فقط الأمور جيدة لنواصل اللعب. الأمور التي تبدو لك بأنها على ما يرام، لكنه يحس ببعض التوعكات في هذه اللقاءات الجميلة التي أدلها ياسين بونو التي كان نجم المباراة. في خلال هذه اللقطة كما تشاهدون مع اللاعب يحاول توقفه، لكن اللقطة كانت جد خشنة جدا، حيث وضع يده، وهذه اللقطة كانت حول الركبة. الآن أو بعض المتلقي قد تبدو له بأنها حركة بسيطة، لكن لما تكون الكرة بطريقة على بقوة كبيرة وتضرب لك على الركبة، تكون تكون لديها آثار جانبية. من يمارس فينا الكرة مع الأصدقاء يكون لديه هذه التجربة ويعرف ماذا أقصد بهذه الحركات. هنا ياسين بونو يحصل بالإرهاق، وكما نشاهدون في هذه الهجمة كما يتصدى لها بطريقة ذكية جدا. لاحظ معي في المراوغة، لكن ذهب بيديه إلى الرجلين، إلى القدمين الخصم، ولوح بهذه الطريقة للقدم للكرة فقط لكي لا يصطاد الآخر ضربة جزاء، لأنه احترافي. يفعل هذه المميزات بطريقة بونو باحترافية كبيرة. إنه حارس ممتاز، وفخر لنا أن يكون لنا في المنتخب الوطني مثل هذا الحارس الموهوب جدا. وهذه الطريقة مع الخصم الآخر. وسنشاهد بعض المحاولات من كريستيانو رونالدو ولكن لا تفلح مع ياسين بونو. قام ببعض التقاطات تكون عبر الخيال. الإنسان يصعب تصديقه بأن هذا اللاعب يقوم بهذه المهارات، وهو كان نجم 2022 في كأس العالم قطر. كما شاهدنا هنا في هذه الضربة كانت قوية جدا، إلا أنه أبعدها بيده، وكان أن يكون هدف لولا لطف الله على مرماه ويقظة الحارس بونو مع فريقه. كما نشاهدون في العرض البطيء لولا هذه اللقطة مع كريستيانو رونالدو. نشاهد اللقطة كانت جد مؤثرة جدا دائما. وهو المميز في هذا اللاعب جدا، يقوم بيقظة كبيرة ومواجهة كريستيانو رونالدو في آن واحد، لكنه يعطي للفريق شحنة أيضا وتغطية كبيرة منه ليشجع الفريق لكي لا يحبط بالإحباط. شيء جميل من هذا اللاعب ياسين بونو في هذه اللقطات مع كريستيانو رونالدو طبعا. ويكون هناك تدخلات كثيرة من جميع الفرق واللاعبين ومختلف التسديدات، ولديه تجربة كبيرة في الحراسة المرمى. كما نشاهدون هنا في هذه اللقطة دائما يكون بطريقة ذكية جدا، لديه يقظة كبيرة. لما نقول هذه الطريقة يقظة كبيرة، ويعرف التدخل مع رونالدو أيضا. لاحظ لو كان يريد أن يسكنها في الشباك، لكن يقظة اللاعب ياسين بونو تفوق ذكاءه كريستيانو رونالدو. وكريستيانو رونالدو يحترم لأنه المايسترو في كرة القدم، نجم كبير لا يخفى عن الجميع. لكن لا ننسى أيضا بونو ومختص في ضربة الجزاء. نلاحظ هذه ضربة الجزاء كما نشاهد يلتقطها بسهولة جدا. لديه
ميزة ضربات الجزاء. وكما شاهدنا في كأس العالم مع المنتخب الوطني المغربي، كان لديه دور كبير في تأهل المغرب، لنقل في 50% من المساهمات التي قام بها ياسين بونو كانت للمنتخب الوطني، 50% وال50% الأخرى الفريق. نعم، نعرف بأن كل المهاجمين زياش وحكيمي وكلهم لا نستثني أحدا، إلا ميزة الحارس تكون له ميزة أكبر. إذا كان الحارس يلتقط الكرة بشكل جيد يكون الأمر بسهولة ويعطي ثقة كبيرة للاعبين. من يمارس هذه اللعبة أو لديه خبرة في هذا الميدان، لما يكون لديك حارس مرمى كبير ويلتقط كرات وتكون أنت تدرك بأنه يكون هدف، لكن لما تعرف أن ذلك الشخص هو فلان بالمعنى الحارس المرمى لديكم في المجموعة، تشعر بالارتياح وتشعر باللعب معه في هذه الطريقة المميزة كما نشاهد هنا. ودائما تكون طريقة عبر ركبيه كما نشاهد هنا. اللقطة كبيرة جدا لما يسقطه ويشعر في ألم في الرقبة. أيضا لاحظ جميع التدخلات تكون مميزة باليدين، لا وطوله في القامة يساعده شيئا ما حول هذه المناورات والالتقاط الكرة بسهولة جد مناسبة في الوقت المناسب. وهنا مع النصر السعودي أيضا، ويقوم بالتقاط الكرة بسهولة جدا وبمرونة. هذا اللاعب صراحة من رأيي الشخصي أن يتوج بالكرة الذهبية. لاحظ هنا أيضا، لاحظ الطريقة كما تشاهدون، طريقة مميزة، ويبقش ويسقف لتشجيع فريقه كما نشاهد في هذه التمريرة الطويلة بكل قوة، وهو يتصدى لها بكل إريحية. ونشاهد هنا أيضا ولديه ردة الفعل السريعة، لما يسقط ينهض بسرعة وتكون له هذه المميزات تكون في اللاعب الكبير أو الحارس الكبير الذي يمارس هذه الرياضة بحب وبشغف. إنه يفكرنا بحارس بادو زكي، أو ربما نقول أكثر من بادو زكي، لكن بادو زكي كانت لديه مميزات أكبر. ولكن هنا أيضا شاهد دائما الخروج للحارس ياسين بونو يكون بالدقة تقريبا 100%، يكون يقين بأنه يلتقط الكرة نوعا ما، ربما أقول 100% أو 95%. لديه ثقة كبيرة ولديه لياقة بدنية كبيرة، وكما قلنا في السابق حجمه أو قامته الطويلة تساعده أكثر على ما يبدو. هذه من جهة نظري، واكتبوا لنا في التعليقات ما هي وجهة نظرك من حالة قيمته، هل تساعده أم لا. كما نشاهد هنا ينهض ويقوم بضغط الكرة، ويخلي الخصوم دائما حزينين لم يسجلوا أي هدف. تكون الأمور صعبة بالنسبة لهم ويكونون في ضغط كبير. هذه المحاولة أيضا من الجهة اليمنى لكن تؤدي بالفشل. نلاحظون هنا لم يتصدى ياسين بونو دائما الهجوم أو لاعبا يقوم بالهجمة ينهار في الأرض من شدة قوة بونو والتصدي. وهنا لا أدري كيف تصدى لها، بوجهه كما نشاهدون في اللقطة أو بالركبة، دائما بركبته. وهنا أيضا تدخله كان شيئا ما خطير أو انتحاري كما نقول، دائما بركبتيه، لأن القدم مع الحذاء إذا صدمتك في الركبة تكون العواقب وخيمة، ربما تكون بالكسر لا قدر الله.
هنا طريقة جميلة جدا يبعد الكرة. كلها تدخلات سريعة وجميلة جدا من هذا اللاعب ياسين بونو والحارس المرمى. وكذلك نقول أيضا نفتخر بأن يكون لدينا حراس مرمى من هذا النوع ومن هذا الطراز المبتكر اللي هو ياسين بونو. ونأمل في المنتخب الوطني أن يجتاز الأوائل إن شاء الله، رغم أن الأمور تبقى هي لعبة كبيرة وتبقى الروح الرياضية هي ضمن السلام في العالم، وترشد رسالة قوية بتحية الود والاحترام لجميع الأفارقة وجميع المحترمين اللاعبين الذين يدلون بهذه اللعبة. وتبقى الراية هي الأسمى في هذا، والوطن يبقى الشيء الوحيد الأغلى في هذه الرياضة، والكل يدافع عن وطنه. ونأمل مستقبل زاهر أكبر لهذا الحارس المتميز اللي هو ياسين بونو من التقدم والازدهار في حياته المهنية وفي حياته الخاصة الزوجية إن شاء الله. كما قلنا في هذا الفيديو، وهذا هو ما كان لدينا في هذه الفقرة ديال ياسين بونو، ونأمل أن تكونوا استمتعتم معنا بهذه اللقطات. كما تشاهدون هنا نقوم ببعض اللقطات هنا من البداية كما وقع في جميع المحاولات كما أريناكم، لنقوم بعرضها مرة أخرى لتهتمون بهذه المميزات الجميلة جدا لكي نصل إلى نهاية هذه النشرة. وتبخل علينا بزر سبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناة يوني نيو سبورت. وإذا أعجبكم المحتوى لا تبخلوا علينا بالتشجيع والمشاركة لنستمر إن شاء الله في هذه المحتوى. مع السلامة.